اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا شهر شريف، والنهارده هتكلم على سيشن صغيره شويه، او سيشن في العادي بتبقى اطول، بس النهارده حاجه صغيره بناء على طلب الجميلات. عايزين نعرف يعني ايه الفرق ما بين المسؤوليه او الالتزامات بتاعتي والتضحيه والعطاء. احنا عندنا اوقات بنخلط ما بين الثلاث حاجات دول. هبدأ أعرف يعني إيه مسؤولية، وبعدين يعني إيه تضحية، وبعدين يعني إيه عطاء أو منح. طيب، إيه الفرق بين مسؤولياتي أو التزاماتي وتضحياتي وعطائي؟ المسؤولية مهمة ليست اختيارية. يعني حاجة أنا مش بختارها، هي مهمة أنا الوحيدة المسؤولة عنها، أو الشريكة في مسؤولية كبيرة فمسؤولة عن جزء محدد منها، وتحت بند المسؤولية الفردية، يعني مفيش غيري هيعملها. زي الأب مثلا أو الزوج مسؤول عن الرعاية المالية والحماية البدنية وحماية البيت وقوامة الأسرة. يعني الأم الرعاية الداخلية والدعم الداخلي، وممكن يكون لها مسؤولية مادية. زي الوظائف، مسؤوليتي إيه دوري في وظيفتي. الأولاد مسؤوليتهم المذاكرة، المشاركة في البيت. المهم إن كل حد عنده مسؤولية. ده ما ينفعش نقول عليه عطاء، ما ينفعش نقول عليه تضحية، لأنه مش حقيقة. الحقيقة إنه دور مسؤولية شخصية ما ينفعش غيري يعمله. يعني ما ينفعش يجي الأب يقول أنا ضحيت بفلوسي ومجهودي وسنين عمري. لا حضرتك، ده دورك كأب. مين مفروض يعمل ده بدالك؟ لو أنت ما عملتش ده، مين البديل؟ الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم مفيش. يبقى احنا هنا وضحنا الفرق ما بين كلمة عطاء أو واجب أو مسؤولية. يبقى ده مسؤولية. زي مثلا الأم، أنا ضحيت بحياتي عشان جوزي وولادي وبيتي. لا طبعا، ده دورك. مين بيعمل ماما غيرك مكانك؟ الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم مفيش، انتي بس. الأولاد، في ولاد بيقولوا أنا ذاكرت عشان خاطرك، أنا سمعت كلامك وذاكرت، أنا لا بلا بلا بلا. برضو لا. الإجابة المسؤولية ما فيهاش بدائل. الإجابة مين هيذاكر مكانك لو أنت ما ذاكرتش؟ مين البديل؟ الإجابة في كل حالات الإجابة في كل حالات المسؤوليات بتبقى مفيش بديل. لازم صاحب المسؤولية هو المسؤول الأول عنها، والتخلي عنها تقصير. يبقى ده الفرق. أول حاجة، الواجبات بتاعتي أو التزاماتي أو مسؤولياتي هي اللي ما ينفعش، عشان نعرفها كده بوضوح، اللي ما ينفعش حد غير يعمله. لو احنا دورنا على بدائل، لا مش هتنفع. ولو حتى في بديل ما يقدرش يقوم بالمسؤولية دي تحت أي بند أو بهذا الكمال. يبقى كل مسؤولية ليس لها بديل. يمكن حد يقوم بالدور أقل، إنما مش بديل. لازم نبقى مميزين. طيب، يبقى المسؤولية ملهاش بدائل. عدم القيام بدوري في مسؤوليتي اسمه تقصير وإهمال مباشر عليا وعلى اللي حواليا أو اللي أنا مسؤولة عنهم. فدي كلمة مسؤولية. التلاعب بقى إني أقول إن أنا اضطرتوني أتخلى عن المسؤولية. طريقتكم في السلوكيات خلتني ما أعملش دوري. أسفين جدا يا فندم، ده مش مظبوط. حضرتك تخليت عن دورك بإرادتك، أو حضرتك تخليتي عن دورك بإرادتك، أو قبلتي إن حضرتك تكوني رد فعل مفعول به. تخليتي عن نفسك قبل ما تتخلي عن مسؤولياتك، عشان ما نفصلش في المسؤوليات. المسؤولية حاجة مجبرة أعملها. كمان المسؤولية ليس لها علاقة خالص بإن أنا قادرة أو مش قادرة، تعبانة أو مجهدة، ببذل مجهود أو مش ببذل مجهود. حضرتك المسؤولية مجهود أنا مجبرة أعمله حتى لو تعبانة، لأن مفيش بدائل. ما ينفعش أستنى شكر. دي كل كلمة المسؤولية، يعني مهمة ليست اختيارية نهائيا. طيب، التخلي عن المسؤولية إن أنا بقول أنا كنت طرف
نتيجة ان انتوا غلطتوا في حقي، عملتوا ما عجبتونيش، لا بلا بلا بلا، ما شكرتونيش، تخليت. اسفين، المسؤوليات لا يوجد فيها شكر، يوجد فيها امتنان من الطرف الاخر، انما ليست مرتبطة بالشكر. فحضرتك لما تتخلى، او حضرتك لما تتخلي، معناها ان انت اللي بدأتي. اوكي. واللي جاي بيبقى مش حلو، يعني التخلي من المسؤول اللي جاي بعديه بيبقى ردود افعال من المفروض اللي حواليه عليه وعلى مسؤولياته مش حلو، لاني ما عملتش مسؤولياتي. طيب، ليه الفرق إن لما انا بعمل مسؤولياتي بحس بايه؟ مسؤولياتي اهو، لسه انا ما رحتش بعيد. مسؤولياتي احس بالتفوق والقدرة على الانجاز والرضا عن نفسي لاني عملت اللي انا عايزه اعمله. الشعور بالرضا هنا داخلي، نابع مني، مش مستني حد يديني الرضا، مش مستني حد يحفزني، لان المحفز داخلي من خلال شعوري بالمسؤولية تجاه ما انا مسؤولة عنه. ايه هو مش مهم، بس انا مسؤولة عن حاجات اعملها، فبحس بالرضا الداخلي وبحس ان انا انسانة كويسة لاني عملت مسؤولياتي. ليه؟ عشان ده انعكاس لقدرتي. انا بعرف اعمل كذا وعملته صح، بعرف اذاكر وذاكرت صح، بعرف اكون ام وبقيت ام صح، بعرف اكون اب وبقيت اب صح. مسؤوليتي عملتها صح، بغض النظر اجهادي فيها قد ايه، مجهودي المبذول، كل الكلام ده لا يعني اي شيء مقابل شعوري بالرضا عن نفسي، لان انا اديت مسؤوليتي اللي ملهاش بديل. تمام كده؟ طيب نيجي بقى، الناس دي شجعتني او ما شجعتنيش مش حاجة كبيرة قوي، مش اساسي في ارتباطي بالمسؤولية. ينفع يبقى حاجة كويسة اضافة، لكن مش اساسي. رضايا الداخلي هو اللي بيخليني اكمل في المسؤولية على الرغم مما فيها من تعب ومجهود وكل حاجة في حياتي. دي كلمة المسؤولية. التضحية. التضحية بقى هي كل حاجة مش ضمن مسؤولياتي انا بتبرع بيها، حتى لو انا رحت من نفسي قلت انا جاي اتبرع لكم، او حد غيري طلب مني التبرع، او حد غيري ضغط عليا عشان اضحي. ففي كل الحالات التضحيات مش مسؤوليات. التضحيات حد، يا اما انا اروح اتبرع يا اما حد يقول لي ويجبرني. الاجبار هنا مش اجبار على قد ما هو تنازل عن حقي في الرفض. يبقى التضحية مش ضمن مسؤولياتي، متعبة ومستهلكة لإيه؟ لأصل احتياجاتي وممتلكاتي ومسؤولياتي اللي أنا هضطر أتخلى عنها مقابل هذه التضحيات. عشان أنا لازم أعمل تضحية، فأنا أسفة جدا، هسيب مسؤوليتي عشان أنا ليميتد. يومي 24 ساعة، طاقتي محدودة، كلي على بعض كده بني آدمة واحدة. طيب، يبقى التضحية كل حاجة مش مسؤولياتي بعملها بكامل إرادتي وبتبرع ذاتي حتى لو كان تحت ضغط. ليه؟ لأن أنا اللي عملته، انتظارا للتقدير الخارجي من الآخرين وظهور بدور البطولة الفائقة أو البطل المغوار. دي التضحية. عيبها إن أنا ببقى مستنية منها إن أنا أملى فراغ داخلي وهو الشكر والامتنان من الآخرين، لأني عندي فراغ داخلي. كل فراغ داخلي لا يملأه إلا عطاء داخلي. كل حاجة من برايا بتبقى مؤقتة ولحين إشعار آخر. يبقى التضحية هدفها الداخلي اللي جوايا كإنسان، إني أبقى بطلة، وإني أخد كريدت من الناس، وإني بعمل كل حاجة، بدفع من أصول مالي وصحتي ووقتي ومسؤولياتي. هي دي كلمة التضحية عشان نميز. أوكي. التضحية عيبها إنها بتأثر سلبي على أساسياتي أنا، لأنها بتستهلك احتياجاتي الأساسية زي ما قلت، فيوصلني لمرحلة التقصير في المسؤولية لحساب شخص آخر قاعد مرتاح، لأن أنا ضحيت، قمت بمسؤولية مش بتاعتي. المنتج النهائي في التضحيات
عدم الشعور بالرضا لاني بستناه من الاخرين، لو ما عملوهوش بالطريقه اللي انا عايزاها بحس ان الناس دي ما قدرتنيش، ما عملتش زي ما انا متوقعه بالظبط. دايما اللي بيضحي مستني حته محدده يقول له فيها شكرا بطريقه ما، الابريشيشن يبقى زي ما انا عايز بما ان انا ضحيت. حقيقة انت اللي ضحيت، محدش طلب منك، ولو حتى حد طلب فحضرتك وافقت، فالغلطة مش من عند التاني، عندك انت. فبحس ان الناس بقى ما قدرتنيش صح، وابدا احس بعدم التقدير. مقابل عدم التقدير قصاده في ثانية عدم الرضا عن نفسي والندم، مقابل تقديمي لهذه التضحيات. انا ضحيت اهو وعملت مجهود وعملت كل حاجة، وفي الاخر طالعة خسرانة لان الناس ما قدرتنيش صح. لا، لان التوقعات بتاعتي ما حصلتش، حضرتك اللي بدأت، انا اللي بدأت، انا اللي ما قدرتنيش في واقع الامر صح، ما قدرتش اهتماماتي ومسؤولياتي صح. فما نزعلش لما الناس يمشوا على نفس الخطوات بتاعتنا. يعني حضرتك او حضرتك عملتي مسؤوليات مش بتاعتك، ما تخصكيش، خسرتي قصادها مسؤولياتك، ريحتي حد تاني ما عملش مسؤولياته، دي ملخص تضحية. كأنك بتسحبي من رصيدك وتحطي في حسابات الآخرين. من الخاسر؟ طبعا حضرتك أو أنا، لأن احنا سحبنا من الرصيد نحط الناس تانية ترتاح، حاجتنا احنا ما اتعملتش. الشعور النهائي ان انا هوقف التضحيات لان انا ندمت، لان الناس ما قدرتنيش، فمش هكرر التضحية تاني. يبقى المجهود المبذول كان مجهود مهدر، لانه كان مقابل شيء خارجي لا يمت لي بصلة، مقابل اعتمادي على تقدير الاخرين ليا انا. فانا لو خدته هنبسط، لكن هخسر مجهوداتي او بمعنى صح مسؤولياتي ما خدتوش، هندم. يبقى دي كلمة التضحية. نيجي للعطاء والمنح. يعني ايه العطاء او التبرع والمنح؟ يعني احنا شرحنا الاول المسؤولية، الكلمة التانية التضحية، التالتة العطاء. العطاء زي التضحية، شيء ما حدش طلبه مني نهائي، او حد طلبه مني، تمام، عندي حق الرفض والقبول والاحتفاظ بيهم، يعني اقدر ارفض واقبل واحتفظ بالقبول والرفض لاي فترة ممكنة في طول عمري، انا حرة، عندي حرية العطاء أو عدم العطاء، هو ده العطاء. حاجة بقى الفرق ما بينه وما بين التضحيات إنه لا يمس أساسيات احتياجاتي الحقيقية، دايما بيبقى من الفائض، من الفائض، من وقتي، من طاقتي، من مالي، لا يؤثر على الأساسي بتاعي أبدا. بعد ما أخلص مسؤولياتي لو عندي وقت هعمل كذا، ده اسمه عطاء. بعد ما اخلص مسؤولياتي عندي فلوس هعمل كذا، ده اسمه عطاء. بعد ما اخلص مسؤولياتي عندي طاقة اعمل حاجة لحد هعملها، كل ده تحت بند العطاء. بس بعد المسؤوليات بدون التخلي، التضحية بتخليكي تتخلي عن حاجتك تعملي للآخرين، العطاء لا. طيب ايه اللي هيحصل؟ ايه الفرق ما بين العطاء؟ العطاء برضو بتقومي بدور حد تاني، بس ما بيحصلش تقصير في حاجتك انت، ما بيحصلش تقصير لو ما عملتيش العطاء ده لانه مش مسؤوليتك. التقصير بيبقى من الطرف اللي قصر، انما انت عملتي مسؤولياتك اهو، فما فيش تقصير من تجاهك تحت اي بند. التضحية تخليكي تأثري على حاجتك، تقصري في حق حاجتك، انما العطاء لا. العطاء بيبقى بعد من الفائض، اي شيء فائض، الزيادة بس لا يتعامل الا مع الزيادة. مش ميزة العطاء بقى، مش مستنية تقدير من حد لأني مش مجبر ومش ملزم ومش مضغوط، أنا حرة في كل الأوقات. الشعور بالرضا بيبقى عندي على الرغم إني ممكن أبذل مجهود أقل كتير في العطاء. ليه؟ لأني عندي حرية العطاء، بعمل ده وأنا سعيدة، مش مستنية تقدير من الآخرين. العطاء زي التبرعات مجهولة الهوية، اللي عملها سعيد لكن محدش يعرفه، مش مستني شكر من الناس. التضحية لا، التضحية بعملها وانا متضايقة لاني مستنية شكر من الناس. المسؤولية بعملها
وانا سعيده لانها ريليتد ليا، حاجه تخصني. التضحيه لا. يبقى الشعور بالرضا هيجيلي من العطاء، لاني انا اللي بعمل ده لنفسي وبنفسي من غير ما حد يجبرني. فلو هم خدوا بالهم شكرا، ما خدوش بالهم شكرا جدا. انا في الحالتين برضي حد اسمه انا، مش برضي الشخص الاخر، ولا بعمل عشان ابهر الاخرين، بعمل لاني عايز اعمل. هو ده العطاء. عندي اكتفاء ذاتي ومش عايزة حاجة مش هيفرق معايا. أروح أكل الحيوانات اللي في الشارع سعيدة جدا، أروح أعمل حاجة الناس ما يعرفونيش سعيدة جدا، أعمل حاجة الناس عارفيني ومش هيردوا لي الجميل في منتهى السعادة. ده العطاء، لأنه بيطلع من عندي بحريتي، مفيش فيه أي إجبار ولا إلزام. طيب، كمان العطاء بيعمل حاجة مهمة قوي، إنه ما بيوصلنيش للندم. يعني التضحية بذلت مجهود، الناس ما قدرتش أندم. بذلت مجهود في العطاء والناس ما قدرتش، أنا زي الفل، لأن أنا اللي عامل. لا حد يعرف ولا فارق معايا يعرفه ولا فارق معايا يقدره، والقصة كلها ملهاش علاقة بالآخرين، لها علاقة بشخصي أنا. مفيش فيها شعور محدش قدر ومحدش شاف. التبرعات عبارة عن مجهودات ذاتية ليا، أنا بستفيد منها وأنا اللي بكون سعيدة بيها. يعني بسحب من رصيدي لرصيدي، فبيبقى في زيادة. في كل مرة بحط لنفسي حاجة، بحط لنفسي امتنان وشكر إني قادر أعمل مسؤولياتي وأعمل عطاء بعد المسؤوليات. العطاء ما بيحصلش فيه ندم، لأني متحكمة في كل خطوة في كمية العطاء، راضية عن نفسي رضا داخلي بيديني إحساس دائم بالرغبة في العطاء، لأني مش بستني رياكشن من الآخرين. على الرغم من المجهود، إلا إنه لا يتبعه ندم، يفضل الرضا هو الأساس في كل عطاءاتي. نيجي نرجع تاني، المسؤولية واجب محدود أحادي الخصوصية بتاعي، تحت إجبار، تحت ضغط، تحت إرهاق، تحت اختيار. هو مسؤوليتي، لازم أعمله لأنه بيديني مشاعر التفوق الذاتي والرضا عن نفسي على الرغم من المجهود. مسؤوليتي حاجة خاصة بيا، إنما التضحية ليست أحادية، أنا مش مسؤولة عنها، نتيجتها التقصير في حياتي أنا، نتيجتها عدم الرضا عن نفسي وعن الآخرين على الرغم من المجهود الذي بذل. إهدار تام. العطاء لأ، العطاء مش مسؤوليتي ومش حاجة خاصة بيا ومش أحادية، مش أنا بس المسؤولة عنها، إنما لما أعملها بحس بالرضا الداخلي عن نفسي والتفوق الذاتي عشان أنا خلصت مسؤولياتي وعملت حاجات زيادة على الرغم من المجهود الفظيع. التقرير النهائي إن أنا سعيدة بهذا العطاء لأن أنا إنسانة بعرف أدي. يبقى لما نيجي نختار في حياتنا عندنا حاجتين، عندنا مسؤوليات وعندنا عطاء، ما عندناش تضحيات. بلاش نضحي. اختياراتك يا تبقى هعمل مسؤولياتي الباقي هعمل منح، مفيش تضحية. وشكرا، وخلصت السيشن الصغيرة اللي قلت لكم عليها. أشوفكم بقى مع بعض بقى ممكن نكمل. أوكي.